السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. قبل ما هنبدأ الفيديو هنصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. اهلا بكم في قناتنا المتواضعة وصفات على قد الايد. هنعمل لكم النهارده ايه يا جماعة؟ انا عملتها وجربتها الحق لما لقيتها حلوة قلت لازم اعملها لكم وتشوفوها. زي ما بيقولوا دي القشطوطة غيرها. شوف انا عملتها، يعني الولاد كلوا نصها وطلبوا تاني، فانا هعمل لهم كمية كل واحد علبة علشان هما ما زي ما انتوا عارفين الاولاد بيقعدوا يشكلوا مع بعض. فانا عملتها ما شاء الله طلعت جميله. شوفوا المنظر. كنت عامله كيكه بالشوكولاته، كيكه عاديه خالص، ما تأزميش نفسك وما تعمليش اي حاجه يعني مش موجوده. كنت عامله كيكه بالشوكولاته وكيكه عاديه، هوريها لكم برضو الكيكه اللي انا عاملاها. رحت تاني جايه فرشها من تحت وهقول لكم عملنا فيها ايه. كنت عامله صوص الشوكولاته ده اللي هو ده. صوص الشوكولاته اللي هو ايه؟ صوص الشوكولاته. معانا كوبايه سكر، كوبايه زيت، كوبايه لبن، ذره فانيليا. كل ده بتضرب في الخلاط بيديلك القوام الجميل اللي انا هوريهولك دلوقتي. بس الاول اوريلكم القشطوطه. شوفوا، انا ما عنديش كريمه، عاوزه تحط لها كريمه حط لها، بس العيال بيحبوا الشوكولاته. شوفوا ما شاء الله جميله جدا وطعمها جميل وطريه وحلوه. صوص الشوكولاته بقى هوريلكم صوص الشوكولاته اللي انا عاملاه. صوص خطير، ينفع تعملي به اي طرط، اي حاجات، اي بتاع. شوفوا الصوص عامل زي النوتيلا. عايزه تزوقها بكريمه ماشي، عاوزه تزوقها بصوص الشوكولاته ده ماشي. انا كنت عامله معاكم كيكه قبل كده في القناه، فانا كنت عامله صينيه كيكه اهيت. كيكه كنت عامله صينيه بيضه، وكنت عامله كيكه رخاميه اهي. كنت عاملاها معاكم قبل كده كيكه الشوكولاته والكيكه العاديه، بس ما كنتش عامله معاكم الرخاميه. فانا عملتها بالكيكه الرخاميه. هعمل معاكم بقى بالكيكه اللي هي البيضه ديت. بس للاسف انا كنت قطعتها، هي المفروض بتطلع قطعه واحده، فانا قطعتها وظبطتها هنا. هنقول لكم هنسقاها ايه، هتظبطها ازاي. انا عندي العلب ديت جبتها، كل واحد يبقى له العلبه بتاعته، وهنزوقها بالفراوله. كل واحد يبقى له العلبة بتاعته. فهي بجيب الكيكة كده اهو، وبظبطها كده في قلب العلبة. الكيكة بتبقى عالية شوية، فانا بروح جاية كده، يا رب يكون واضح. بروح جاية قطع الحتة ديت، والحاجات دي ما بتترماش. حلاوة القشطوطة اللي انت بتحطي فيها كل حاجة بتنفع اهي. وهروح قلبها على ظهرها كده عشان هسقيها. يعني مثلا الحاجات اللي طلعت ديت ما بتترماش، بتروحي انت جايه قسمها كده وبتحطيها هنا، ما ترميش اي حاجه. هظبط بقى العلب بتاعتي وهقول لكم احنا هنسقاها ايه ونطبقها ازاي. انا رجعت لكم تاني. معايا هنا لبن. لبن اهو، سخنته على النار بس ما يبقاش سخن قوي يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. علشان هدوب فيه ايه اهو. هفضي كميه اللبن بتاعتي حسب ما تحتاج بقى، وتشرب معايا كميه اللبن اللي هي محتاجاها. يعني مش بنسقاها كتير. معايا هنا لو عندك نسكافيه ماشي، انا معايا هنا لقيت عندي كوفي ميكس، هحط معاها، هدوب معاه كوفي ميكس بيديله طعم رهيب. عاوزه تسقاها لبن بس ماشي. انا هقول لكم حاجه بقى، علشان في حد ما بيحبش طعم الكوفي ميكس، فانا هعمل واحده بلبن عادي، وهعمل واحده بالكوفي ميكس. بتديلها طعم جميل ونكهه جميله جدا. احط اللبن بتاعي هنا على جنب، ما بحطش في اللبن بتاعي سكر. ليه؟ الكيكه بتاعتي فيها سكر، وصوص الشوكولاته فيه سكر. فانت لو حطيت السكر بكميات فهتديلك يعني كميه سكر كتير، فاحنا لا غنى عنها. فانا هاخد اللبن بتاعي ده كده، هسقي به الكيكه بتاعتي. دي القشطوطه اللي هي يعني ترند، فانا قلت هجربها. والحق انا جربت في العلبه اللي انا وريتها لكم ولقيتها ما شاء الله حلوه، فانا قلت بقى لازم اعملها واوريها لكم. انا سقيت واحده هنا من غير اهو. شوفوا اللبن شربها جوه هنا اهو. اهو نجيب منديل وننضف العلبه بتاعتنا كده علشان يبقى شكلها حلو. هننضف العلبه بتاعتنا هنا اهو. ديت هنعملها بلبن بس، التانية بقى هنعملها بالكوفي ميكس، بتلها طعم جميل قوي، او قهوه سريعه الذوبان ده او ده. فانا هضيف الكيسين الكوفي ميكس اللي عندي اهو، هفضيهم
وهدوبهم في قلب اللبن. انا سخنت اللبن علشان الكوفي ميكس يدوب فيه. عندك انت قهوه سريعه الذوبان حطها فيه عادي، نسكافيه عادي، بتديلها طعم جميل جدا مع الكيكه ومع صوص الشوكولاته اللي احنا عاملينه. ده كده دوبنا الكوفي ميكس بتاعنا. هنسقي بقى الكيك بتاعنا منه اهو. يا رب كده الفيديوهات تكون بتنال اعجابكم، ويكون احنا دايما عند حسن ظنكم. واللي لسه بيشوفنا لاول مره يا ريت يعمل لنا لايك، واهم حاجه يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد احنا بنعمله. هنسقي بقى الكيك بتاعنا هنا كده. واللي ما بيجيلوش اشعار يلغي الاشعار ويعمل اشعار من اول من جديد. انا عملت لكل واحد من اولادي علبه اهو، بس هعمل بقى علبه كبيره كمان تبقى موجوده معانا. عاوزه تعمليها في اطباق ماشي، بس العلبه عشان احنا نحطها في التلاجة وتتحط في التلاجة بالغطا بتاعها عشان لازم تدخل التلاجة تجمد شويه. فاحنا هنا هنسقي بقى العلبه الكبيره، واللبن اللي فضل هنحط فيه سكر وهنشرب عادي يعني، مش مفيش حاجه هتترمي اهو. انا سقيت العلبه التانية. يا رب كده احنا نكون عند حسن ظنكم ويكون بنعمل لكم حاجات احسن واحسن. هننضف الشغل بتاعنا كده. على فكره ممكن تعملها مشروع، العلبه ديت بتتباع بره بشيء وشويات، فانت ممكن تعملها مشروع وتبيعيها. ادي كده هنجيب بقى صوص الشوكولاته اللي معانا ده وهتفرشيه على الوش كده معاه. عندك كريم شانتيه تبقى جميله برضو، يعني تبقي تعمليها بكده وتزوقها بقى بصوص اسمه ايه صوص الكراميل برضو بتبقى حلوه زي ما يكون جايه من بره. بس انا كنت عامله صوص الشوكولاته ده العيال بيحبوه وبيحبوه على الكيكه، فانا كنت عاملاه فقلت اجربها، يعني اجرب القشطوطه ديت واشوف نظامها ايه. فما شاء الله يعني طلعت فعلا طعمها جميل جدا. وانا قلت لازم بدل انا عملتها ودقتها وطلعت كويسه وانا وريتها لكم، قلت بدل طلعت كويسه فلازم بقى اقول لكم انا عملتها ازاي. يعني والله العظيم حتى الاولاد قالوا لي يا ماما انت ليه ما صورتهاش، فانا قلت بقى ايه اعملها واصورها لكم عشان بقى تبقى مسويه كده وحلوه. هندبها بس دبه بسيطه كده عشان تستوى معانا. بنزيل بقى وننضف الشغل بتاعنا زي ما قلت لكم اهو. هننضف الشغل بتاعي زي ما انتم شايفين، ظبطه كده وارجع لكم. شوفوا بقى زوقناها كده بالفراوله. هقول لكم انا عملت الورده دي ازاي، بسيطه جدا وسهله. عاوزه تزوقيها باي حاجه، عندك فورماسيل، عندك كريم شانتيه، عندك اي حاجه. هقول لك انا هعمل ايه. دول العلب الصغيره، والصراحه صوص الشوكولاته خلص ولسه فاضل علبه هعمل تاني وهعملها لكم بس اوريها لكم. هنجيب الفراولايه اهي، هتروحي انت جايه ماسكاها عاملاها كده، عاملاها شرايح اهي. يعني حاجة سهلة خالص خالص. عندك تفاح، عندك كريز، عندك اي حاجة اهي. هتروحي جاية كده اهي ببطن ايدك من هنا كده اهو، وهتروحي ضغطة عليها ضغطة بسيطة اهي، هتتفرد معاكي وهتبقى عاملة زي الوردة اهي. دي حاجة سهلة خالص في الزواق بتاع اي طرط او اي حاجة تانية. نروح احنا شايلينها كده ونروح احنا حاطينها كده اهي. ماشي، اعمل معاكم كمان واحدة اهي. نجيب الفراولة نروح جايين، هي عامة الفراولة بيبقى مع صوص الشوكولاتة حلو. واحد جيت قطعت من مش مشكلة، لازم تعملي من النص من تلات ارباعها كده، ما تجيش للاخر. اهو اهو كده اهي. هتروحي انت جايه عليها وضغطه ضغطه بسيطه كده من الطرف اهي. هنروح شايلين برضو العلبه بتاعتنا ونروح جايين حاطينها كده كده. خلصنا
ادي المنظر بتاعها اهوت. ظبطي بقى في العلبه بتاعتك. عايزه تحط لها برده شويه حاجات من الطرف، بس ديت حاجه بسيطه انا عملتها وحبيت افرح بها اولادي. دي القشطوطه، عاوزه تعمليها مش شرط تبقى بالكريمه، مش شرط تبقى باي حاجه تانية. يا رب تكون الفيديوهات بتنال اعجابكم، ويكون انا دايما عند حسن ظنكم. واللي لسه ما اشتركش معايا يعمل لي اشتراك ويفعل زر الجرس عشان اول ما اعمل حاجه جديده توصل لكم. اسيبكم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت معكم أم حسام، وصفات على قد الإيد. سلام عليكم.